دكتور فهمي، اشتغالك على تأصيل نظري لقضية التراث، ألا يستدعي هذا أن نمر بجملة المشروعات التي حاولها عديد من المفكرين العرب؟ ما تشترك فيه هذه المشروعات جميعا هي أنها مشروعات عابرة مستوحاة من المناهج السائرة في أيامنا هذه، وأؤكد على هذه العبارة في أيامنا هذه. إما المنهج التاريخي، وإما المنهج الماركسي، وإما المنهج البنيوي، وإما المنهج الفينومينولوجي إلى آخره. هذه مجموعة من المناهج المعروفة الآن في العلوم الإنسانية. نعم. بعض هؤلاء المفكرين الذين أشرت، أو المؤرخين أو الباحثين الذين أشرت إليهم، اختاروا، وأقول اختاروا ولا أقول تأسيسا، وإنما اختاروا لسبب من الأسباب، غالبا ما يكون هذا السبب مرتبطا بكينونتهم أو بذاتهم الخاصة الشخصية. اختاروا هذا المذهب أو ذاك. أحدهم اختار منهج تاريخي، الآخر اختار المنهج البنيوي، الثالث اختار المنهج الفينومينولوجي إلى آخره. في فترة كانت هذا المنهج أو ذاك هو المنهج السائد في دراسة الظواهر التاريخية والفنية والأدبية والفكرية إلى آخره. الذي نشهده وشهدناه خلال هذا النصف الثاني من هذا القرن، أن هذه المناهج جميعا التي استخدمت في فهم التراث كانت جميعا مناهج عارضة، مرتبطة بعقد معين من هذه العقود الأخيرة، ونشهد باستمرار نحن تراجعها. وبالتالي هي مفيدة، بمعنى أنها تمثل إضاءات مختلفة للتراث، لا ضرر منها، وتكشف عن الجوانب الغنية أيضا من التراث. لذلك لا أجد حرجا في استخدامها، لكن بشرط أن نسلم دوما، أو أن نضع دوما في بالنا أنها مناهج لن تنقضي سنون قليلة أو فترة محدودة إلا وتخلي المكان لمناهج جديدة. حول خصوصية مشروع عربي فكري معاصر، هل ترى بأن هذه المساهمات التي قدمها العديد من المفكرين ابتداء من عصر النهضة وحتى الآن قد استطاعت الوصول إلى صياغة مشروع عربي يعبر عن جملة القضايا التاريخية والثقافية والسياسية للأمة العربية؟ أعتقد أن هذه المشاريع جميعا تعبر عن هواجس خاصة ذاتية لدى واضعيها، أكثر مما تعبر عن متطلبات الواقع نفسه. هي ليست مشروعات يولدها الواقع بقدر ما هي مشروعات يريد أصحابها أن يوجهوا الواقع وفقا لها. هل تريد القول بأن هذه المشروعات أو أصحاب هذه المشروعات الفكرية قد استعاروا مناهج وإجراءات بكل تأكيد. منهجية وحاولوا إقحامها على الواقع الثقافي والاجتماعي للأمة العربية؟ نعم، بكل تأكيد. هي هي مناهج، هي أدوات استخدمت استخداما خارجيا، وليس الواقع نفسه هو الذي أدى إليها.